تخيل لو عينت موظف شكله جميل ومبهر وشيك بس ما بيعرفش يتكلم ولا يقنع عميل واحد بس انه يشتري. اهو ده بالظبط حال التصميم الجميل اللي مش بيبيع. اي تصميم ناجح في البيزنس لازم يكون عنده 3 مهام اساسيه لازم يقوم بيها بالترتيب، زي بالظبط اي موظف مبيعات محترف. اول حاجه وهي الهوك، مهمته الاولى انه يخلي العميل يقف ويتجاهل كل المنافسين اللي حواليه. هنا الالوان والجمال والجاذبيه بتلعب دورها. ثاني حاجه عندنا وهي الرساله. بعد ما التصميم خطف عين العميل لازم في اقل من 3 ثواني اقول للعميل احنا مين وبنقدم ايه وازاي هنحل مشكلته. لو الرساله غامضه ومش واضحه تاكد ان العميل هيمشي فورا. ثالث حاجه التحفيز على الاجراء او الكول تو اكشن، ودي اهم خطوه وصاحبه التاثير الحقيقي. بعد ما العميل فهم احنا مين وبنقدم ايه، التصميم الشاطر لازم يقول للعميل يعمل ايه بالظبط، زي مثلا يسجل، يبعت رساله، يسالنا في التعليقات عن السعر. المشكله ان 90% من التصميمات بتحل اول مشكله بس عندنا وهي الجمال، بتركز على الجمال وبس وبتنسى اهم خطوتين. فلو تصميمك شكله حلو لكن مش بيوصل رساله واضحه او بيدعو لاخذ اجراء فهو موظف للاسف فاشل. شكله جميل لكن ما بيبيعش. الخلاصه، قبل ما توافق على اي تصميم بطل تسال شكله حلو وابدا اسال هل بيقوم بمهامه الثلاثه، هل بيلفت الانتباه، هل بيوصل رساله، هل بيحفز العميل ان هو ياخد اجراء. الجمال مطلوب بس النتيجه هي الاساس. ولو حابب تعرف ازاي تختبر تصميماتك الحاليه وتعرف اذا كانت بتبيع ولا لا، اكتب لي في التعليقات كلمه بيبيع وهبعت لك ملف فيه 3 اسئله سريعه تقدر تكشف لك قوه اي تصميم في اقل من دقيقه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو، واستناني في فيديوهات جايه عشان الجاي اكيد هيفيدك.